هو ايه علاقة القصب بالتضخم الاقتصادي؟ وليه الدولة مش راضية تطبع فلوس وتخلي الزهر يلعب؟ في أوائل السبعينات بقى عند الدول كامل الحرية في إن هي تطبع عملتها المحلية، يعني دوس على مكنة الطباعة وعيش. طب ليه الدول ما بتعملش كده؟ عشان لو عملت كده هيحصل حاجة اسمها تضخم اقتصادي. أبسطها لك، لو عندنا دولة مكونة من 3 أشخاص بس، أحمد، داليا ومايكل. أحمد معاه جنيه واحد، وداليا معاها 2 جنيه، ومايكل معاه 3 جنيه. ودولتنا ما بتنتجش غير عصير قصب، والطاقة الإنتاجية بتاعتها هي 6 علب عصير قصب بس. ولو عدد السكان كله اللي هم ال3 قرروا يشتروا بكل فلوسهم عصير، يبقى العلبة الواحدة بجنيه. خلينا نفترض إن هم لو قدامهم مكنة طبع فلوس وقرروا إن هم يطبعوا فلوس زيادة ويضاعفوا ثروتهم، يبقى كده أحمد معاه 2 جنيه، وداليا معاها 4 جنيه، ومايكل معاه 6 جنيه. كده ال3 بقى معاهم 12 جنيه، بس علب العصير لسه 6 زي ما هم، يعني بقت العلبة الواحدة ب2 جنيه. يعني كده السعر زاد بس الإنتاج لسه ثابت. طيب الفلوس الزيادة هنا عملت إيه؟ الفلوس الزيادة ساعدت على زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم. يبقى التضخم هنا فلوس كتير في إيدك مقابل نفس السلع اللي قدامك. بس يا سيدي، ودي كانت الخلاصة مع أبو اليزيد.